مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ اليوم بدنا نحكي عن أحداث الحلقة 78 من مسلسل سلمى. أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك وتشجعونا بالتعليقات لحتى يوصلكم كل جديد. كأحداث الحلقة لما نديم بيكون عم يقول له هيدا إنه يا ريتنا ما جبنا الأولاد لهون، خايف جلال يرجع. باللحظة اللي بتيجي فيها ديما بعد ما تكون نايمة الأولاد بتخبرن إنه لما ندق الباب كان جلال اللي عم يدق الباب، بس ما كانت تحكي هي قدام الأولاد. هون نديم بيتوتر وبتحاول هويدا وديما يروقوه ويلاقوا حل الموضوع. بالمشهد التاني بيكون جلال بالسيارة مصدوم بعد ما لاقى أمه بقبر سلمى. هون بيحمل حاله بيروح لعند رياض بيك وبيمسكه لرياض وبيصير يضربه. هو عم يسأله وين مرتي وين أولادي. طبعا مقصودهم بتكون سلمى مو سالي. بعد شوي منشوف ميرنا عم تداوي لرياض بعد ما أكل قتل من جلال. هون رياض بيخبر ميرنا إنه جلال عرف إنه سلمى وولادها عايشين. هون جلال بيروح بصف جنب بيت نديم ليراقبهم وبصف وراه عادل كمان تيراقبه. الصبح بتكون ديما وهويدا عم يحضروا الولاد المدرسة، عم يحطوا لهم حجج انه ليش بده يطلعوهم بكير وانه عم يلبسوهم كانوا ألبسة غريبة. عادل بيخبر ديما انه جلال هون بيخبرها ليطلعوا من الباب الوراني. جلال بيروح باتجاه بيت نديم وعادل بيلحقه. بصير جلال يدق على الباب. ديما بتروح تطلع من الباب الوراني هي والولاد. جلال بيضل يدق الباب قوي. هون عادل بحكي انه ليش عم تدق قوي على الباب. بيكونوا راح يتقاتلوا بس جلال هون بيحمل حاله بيروح. بالمشهد هون بيكون نديم عم ياكل وقت بيجي جلال بيرجع بيدق الباب عليه بس ما بيفتح له. بيقوم نديم بيقعد بالغلط على جهاز التلفزيون بيشتغل التلفزيون. هون جلال بيسمع صوت التلفزيون بيعرف انه في حدا جوا. فبيضل مصر على انه يدق الباب بقوة اكتر حتى يفتحوا له. ميرنا بتكون قاعدة هي ورياض بيك. هون بيطلب منها انه بده اياها تعرف اللي بيتبرع لسلمى لانه حاب يعركس الموضوع ما بده الموضوع يتم. هون ميرنا بتخبره بتقول له يلي بتبرع له هو اختها بس من ام تاني. جلال بيكون لساته عم يدق الباب. هون بيوقع على الأرض وبيغيب عن الوعي. نديم بيسمع صوت خبطة فبيطلع تيفتح الباب ولا بيلاقي جلال واقع على الأرض. بيحاول يصحيه وبيكب عليه مي. هون بيصحى ماما جلال وبيطلع فينا نديم. نديم هون بفوتوا لجلال على البيت. بعد شوي بيسأله جلال بيقول له مرتي وولادي لساتهم عايشين. هون نديم بيضل ساكت وهو عم يطلع فيه وبتخلص أحداث الحلقة. كأصدقائي بتكون خلصت الحلقة اليوم، أتمنى تكون نالت إعجابكم. صرنا نحن بآخر المسلسل الأحداث بلشت تصير حماسي أكتر وتصير أحلى. أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك لحتى نستمر معكم ونجيب لكم كل شي جديد.